أخطر هجمة في ماتش الأهلي والترجي حصلت بعد إصابة علي معلول. لما علي معلول اتصاب وطلع هنا، حسين الشحات بيرفع إيده بيقول أنا هرجع، أنا اللي هلعب باك شمال. هو قرر إن هو اللي هينزل يدافع مكان علي معلول لغاية لما معلول ينزل أو يشوف هيحصل تبديل أو إيه. وبيرجع حسين الشحات هنا واحدة واحدة يرجع مكان الباك الشمال، وهنا بياخد مكانه. بيبدأ لعيبة الترجي يدوروا الكورة، مدرب الترجي بيشاور لهم بيقول لهم دوروا الكورة دوروا الكورة. بيدوروا الكرة عشان خاطر لعيبة الأهلي ترحل الناحية التانية عشان يفتحوا ثغرة ناحية اليمين، الناحية اللي علي معلول طلع منها اللي أصبح فيها ثغرة. وهنا إمام عاشور بيبص على يانساس لعيب الترجي، لا يانساس نزل لنص الملعب وهيسحب معاه حسين الشحات، فراح قال لحسين الشحات انزل انت معاه وانا هرجع مكانك. هنا حسين الشحات ما سمعش كلام امام عاشور، فامام عاشور اضطر ان هو اللي يقابل يانساس ويروح يضغط.